اقول لكم على حاجات ماما بتعملها انا بستغربها جدا. اول حاجه مثلا لو الساعه 11 بالليل احنا دايما بنطلب الحاجه بتاعتنا دليفري، فلو الحاجه اللي انا عايزاها مش موجوده في السوبر ماركت ده بضطر ان انا انزل اشوف هايبر ماركت تاني. هتقولي لا يا حبيبتي انت ازاي تنزلي من البيت الساعه 11 بالليل، انت مجنونه، انت رقاصه افرضي اتخطفتي. بس صدقوني لو ماما عايزه حاجه حتى لو الساعه 1 بالليل بتنزلني عادي. بقول لها يا ماما طب افرضي اتخطفتي، تقولي تتخطفي ايه، انت تخطفي بلد. لو انا رحت عند حد من صحابي سواء ايا يكن مين، لازم اول ما ادخل بيتها لازم استحمى. بتقولي ما تقعديش في بيتي وانت ريحتك بيت تاني، لازم استحمى اول ما ادخل البيت. تاني حاجه ان انا مستحيل 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 ابات بره البيت، عند صحابي عند قرايبي عند اي حد مستحيل. لو انا مثلا مسافره مع صحابي مثلا دهب، فتقولي روحي دهب قضي اليوم براحتك هناك عادي جدا وارجعي نامي في بيتي وبعدين تاني يوم سافري. طب ما انا كده كده هقضي اليوم كله بره البيت. ايوه هتقضي كل اليوم بره البيت بس تنامي في حضني، انا مش هطمن عليكي وانتي بايته بره. لو واحده صاحبتي عندنا في البيت ما ينفعش اوشوشها، ما ينفعش. طالما بتوشوشيها تبقي بتقولي لها حاجه غلط، بتقولي لها حاجه عيب. يا ماما طب ده سر بيني وبينها، هي هتقولي انتي في بيتي يا ماما، مفيش اسرار في بيتي، لازم اعرف كل حاجه. بس كده. السلام عليكم.